السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا واقع عملت ضجة كبيرة جدا على السوشيال ميديا خلال الأيام اللي فاتت، بطلتها الفنانة سما المصري اللي خرجت بنفسها في فيديو وهي متأثرة جدا، وبتشكر وزارة الداخلية بعد القبض على شاب قالت إنه أساء ليها داخل مترو الأنفاق. بس إيه اللي حصل بالظبط؟ القصة بدأت لما سما المصري كانت راكبة مترو الأنفاق وقالت إنها تعرضت للسب والإهانة من أحد الشباب جوه العربية، وبعد الواقع على طول راحت وقدمت بلاغ للأجهزة الأمنية. حسب المعلومات المتداولة، البلاغ كان يوم 10 يونيو عند محطة مترو حدائق القبة، وساعتها الأجهزة الأمنية بدأت تتحرك بسرعة علشان تعرف مين الشخص ده وتوصل له. بعد تحريات وفحص الكاميرات المراقبة وجمع المعلومات، تم تحديد هوية الشاب وضبطه، واتضح ان هو طالب ومقيم في منطقة الساحل بالقاهرة. المفاجأة بقى ان الشاب بحسب ما تم تداوله اعترف بحدوث الواقعة، وقال ان هو اتكلم مع سما المصري بطريقة غير لائقة. اما سما المصري فظهرت في فيديو بعد القبض عليه مباشرة، وكانت متأثرة جدا لدرجة انها كانت على وشك البكاء، وقالت انها حابة تشكر وزارة الداخلية لانها جابت لها حقها بسرعة، وانها كانت واثقة ان حقها مش هيضيع. واضافت كمان ان ربنا شاهد على كلامها وانها مستعدة تحلف على صحة اللي قالته. الواقعة دي فتحت باب كبير للنقاش عن مواقع التواصل الاجتماعي، وناس كتير بدأت تتكلم عن أهمية احترام الآخرين وعدم التطاول عليهم بأي شكل، سواء في الشارع، في المواصلات العامة، أو أي مكان. وفي المقابل ناس تانية قالت إنها لازم تستنى نتيجة التحقيقات الكاملة عشان تبقى الصورة أوضح للجميع. في النهاية القضية دلوقتي في إيد جهات التحقيق، وهي اللي هتكتشف كل التفاصيل الكاملة وتحدد المسؤوليات والإجراءات القانونية النهائية. دلوقتي قولولي في التعليقات، لو حد تعرض لموقف مشابه في مكان عام، ايه اول حاجة المفروض يعملها؟ وهل شايفين ان كاميرات المراقبة بقت عامل مهم جدا في اثبات الحقوق؟ مستنية رأيكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم.